بص كده يا صاحبي، احنا في 2026 وايفون 15 بقاله كام سنة نازل، ومع نزول اجيال احدث كل سنة اكيد السؤال اللي بيدور في دماغ ناس كتير: هل ايفون 15 لسه يستاهل اشتريه دلوقتي ولا خلاص بقى قديم ومفيش منه فايدة؟ والاهم من كده ان هل ممكن تشتري ايفون 15 دلوقتي وتكمل بيه لحد 2027 وكمان بعد 2027؟ في الفيديو ده هقول لك بصراحة ومن غير تعصب لأبل ولا لأي شركة اللي لسه مميز في ايفون 15 وايه عيوبه اللي لازم تعرفها قبل ما تدفع فلوسك، وفي الاخر هقول لك بكل وضوح لو انا مكانك هشتريه ولا لا، فخليك معايا للآخر. اول حاجة التصميم، نبدأ بالشكل. ايفون 15 لسه موبايلات اللي شكلها شيك جدا لحد النهاردة. عندك تصميم انيق وخامات محترمة وظهره زجاج واطار المونيوم وكمان دينمستي ايسلاند بدل النوتش القديم. والحاجات ان التصميم الايفون 15 لسه مش حاسسك انك ماسك موبايل قديم، يعني لو حطيته جنب موبايلات احدث مش هتقول ده موبايل من كام سنة، بالعكس لسه شكله بريمينر جدا جدا. نيجي بقى للشاشة. عندك الشاشة السوبر رينتنج اكس دي ار بحجم حوالي 6.1 بوصة وجودة والوان ممتازة جدا جدا. السطوع كمان قوي وخصوصا في الشمس، بس هنا لازم نتكلم عن نقطة ناس كتيرة بتعتبرها عيب: الشاشة 60 هرتز. وايوه في 2026 الموضوع ده بيجي واضح اكتر، خصوصا لما تستخدم موبايل 120 هرتز وبعدها ترجع لل 60 هرتز. فلو انت من الناس اللي فارق معاك السلاسة جدا والالعاب والحركة في الشاشة، دي نقطة لازم تحطها في دماغك. وهنا بقى عندنا نقطة قوة كبيرة جدا جدا: الأداء والمعالج. الآيفون 15 بيشتغل بمعالج ال A16، وطبعا المعالج ده مش جديد دلوقتي، لكن هل معناه انه بقى ضعيف؟ لا طبعا. الاستخدام اليومي والسوشيال ميديا والتصوير والمونتاج والالعاب والتطبيقات الثقيلة، الموبايل لسه سريع جدا جدا. فتح تطبيقات والتنقل بينهم والاداء العام لسه ممتاز. يعني لو انت هتجيب ايفون 15 عشان تستخدمه يوميا مش هتحس صحى الصبح تلاقي المعالج بيقول لك انا كبرت خلاص، لا لسه قادر. طيب نيجي بقى للكاميرات، ودي من اقوى الحاجات اللي في ايفون 15. عندك كاميرا الرئيسية 48 ميجا بكسل، والنتيجة في الصور ممتازة جدا جدا. والالوان والمعالج والاتش دي ار والتصوير في الاضاءة المختلفة، كل ده لسه من الحاجات اللي الايفون بتتميز فيها. وكمان عندك تصوير فيديو ممتاز جدا، ولو انت بتعمل محتوى ريلز تيك توك يوتيوب او حتى بتصور حياتك اليومية، الايفون 15 هيكون اختيار قوي جدا جدا ليك. لكن خد بالك، النسخة العادية مش البرو، يعني مفيش تليفوتو حقيقي زي الموديلات البرو، ومفيش نفس الكاميرات التصوير الاحترافية الموجودة في فئة البرو. فلو التصوير الاحترافي والزوم مهمين جدا بالنسبة ليك، لازم تفكر في فئة أعلى. طيب اليو اس بي والتايب سي، ومن اهم التغيرات اللي حصلت في ايفون 15 هو التايب سي. واخيرا يا جماعه، يعني بدل ما تفضل شايل كابل مخصوص للايفون وكابل تاني لباقي اجهزتك، بيجي عندك التايب سي. ودي حاجه مريحه جدا جدا، خصوصا لو عندك اللابتوب او اجهزه تانية بتستخدم نفس المنفذ. بس خلي بالك ان منفذ التايب سي في ايفون 15 العادي سرعته محدوده يو اس بي 2، يعني مش نفس سرعات النقل البيانات الموجوده في بعض موديلات البرو. طيب نجي للبطارية. البطارية في ايفون 15 كويسة جدا للاستخدام اليومي والطبيعي، يعني لو استخدامك واتساب فيسبوك انستجرام يوتيوب تصوير ومكالمات، تقدر تكمل يومك بشكل كويس حسب استخدامك وحالة البطارية. لكن لو انت من مستخدم تقيل جدا وبتلعب ساعات طويلة أو بتصور فيديو كتير، هنا ممكن تحتاج شحن خلال اليوم. وعشان كده لو البطارية أهم حاجة عندك، ممكن تبص على الآيفون 15 بلس. طيب الآيفون 15 حاصل على تصنيف الاي بي 68 لمقاومة الماء والغبار، وقبل بتذكر إمكانيات تحمل العمق يصل لحتى 6 أمتار لمدة تصل إلى نص ساعة في الظروف والاختبار. بس خد بالك، مقاومة المية مش معناه انك تنزل بيه حمام سباحة وتعمل فيديو تحت المية. المقاومة ممكن تقل مع الوقت او بعد الصدمات والاصلاحات. طب وهنا الذكاء الاصطناعي، وهنا بقى لازم نتكلم بصراحة عن نقطة مهمة جدا في 2026. موضوع الذكاء الاصطناعي بيجي أساس جدا في الموبايلات، والآيفون 15 العادي مش هو الاختيار اللي هتجيبه لو هدفك الأساسي هو أحدث ميزات الأبل. يعني لو الذكاء الاصطناعي والمميزات الجديدة جدا من أبل أهم حاجة عندك، بص على الأجيال الأحدث. لكن لو استمك العادي ومش فارق معاك كل مميزات ال AI الجديدة تنزل، فالآيفون 15 لسه بيقدمك تجربة قوية جدا جدا.
طب هل سعره يستاهل؟ وهنا السؤال اللي هيحدد كل حاجة، هتشتريه بكام؟ لأن ايفون 15 ممكن يكون صفقة ممتازة لو لقيته بسعر كويس، لكن لو سعره قريب جدا من موبايلات أحدث ساعتها لازم توقف وتسأل نفسك، أنا لو هجيب الجيل الأقدم وأنا ممكن أزود فرق بسيط وأجيب الجيل أحدث، يعني مش هنقول ايفون 15 هو الأفضل ايفون في العالم، لكن هنقول لو لقيته بسعر مناسب فهو من أقوى الاختيارات اللي ممكن تفكر فيها. طيب اجيب ايفون 15 ولا احدث؟ لو معاك ميزانية محدودة وعايز تدخل عالم الايفون 15 الاختيار قوي جدا، لكن لو معاك فلوس اكتر وعاوز شاشة اكتر، سلاسة، اداء احدث، مميزات مستقبلية اكتر، ساعتها الاجيال الاحدث هتكون منطقية اكتر. ولو هتشتري مستعمل هنا الموضوع مختلف تماما. لازم تفحص البطارية والشاشة والكاميرا والفيس اي دي والكاميرات والشحن والترينول، وكمان تتأكد ان مفيش قطع غير متغيرة بشكل غير موثوق. طب السؤال بتاعنا، هل يستاهل لحد 2027؟ وهنا نجاوب على السؤال الاساسي، الايفون 15 يعيش معاك لحد 2027؟ من ناحية الاداء والاستخدام اليومي انا شايف ان الاجابة ايوه، وبكل سهولة لمعظم الناس. المعالج لسه قوي والكاميرا ممتازة والتصميم حديث والتايب سي موجود والنظام والتحديثات لسه مستمرين، لكن لو انت بتدور على احدث حاجة، كل حاجة وأعلى شاشة وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأقوى كاميرا، يبقى الأفضل تبص على الأجيال اللي حدها. بعد كل الكلام ده، هل أنصحك تشتري ايفون 15 في 2026؟ أيوة، ولكن بشرط إنك تلاقي بسعر كويس، لأن قوته الحقيقية دلوقتي مش إن أحدث ايفون، وقوته إنه بيجي يجمع حاجات كتيرة مهمة جدا جدا، أداء قوي كاميرا ممتازة وديميست ايسلاند والتايب سي والتصميم البريميوم وتجربة الاي او اس المستقر، وفي نفس الوقت عنده عيوب لازم تبقى عارفها. طبعا 60 هرتز مش احدث معالج، مش اقوى امكانيات في الاي اي، والنسخة العادية امكانياتها اقل من البرو. فلو استخدامك عادي وعايز ايفون يعيش معاك كذا سنة، يبقى لسه اختيار محترم جدا ايفون 15. دلوقتي عاوز اعرف رأيك انت، هل شايف ان ايفون 15 لسه يسهل في 2026 ولا لا؟ ولو معاك فلوس في ولو معاك فلوس ايفون 15 هتجيبه ولا هتزود تجيب موبايل احدث؟ وايه اكتر حاجة بتضايقك في ايفون 15، ال 60 هرتز ولا البطارية ولا حاجة تانية؟ واكتب لي كمان لو معاك ايفون 15 بالفعل قول لنا بكام. واكتب لي كمان لو معاك ايفون 15 بالفعل قول لنا بقاله كام سنة معاك وايه رأيك فيه، وانا هقرا كل التعليقات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ولو الفيديو عجبك متنساش تعمل اللايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من الموبايلات والتكنولوجيا. وما تنساش تكتب رأيك في التعليقات، على ايفون 15 لسه وحش في 2026 ولا خلاص انتهى عصر؟ انا كان معكم معتز ياسر واشوفكم في فيديو جديد، ويلا سلام.